هاشتاج ما تقيسش عائلتي. كتب الأستاذ خالد مبروك: الهاشتاجات التي تتفق عليها الشعوب عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الضغط على حكوماتهم لها تأثير قوي في التغيير، والحكومات تأخذها بعين الاعتبار باعتبارها نوعا من أنواع التضامن الشعبي المعبر عن الرضا أو السخط، والذي قد يتحول من المواقع إلى الواقع. لابد للمغاربة أن يظهروا عدم رضاهم عن كل قانون يخالف المذهب المالكي الذي اختاروه لصلاح شؤونهم الدينية والدنيوية، ويطالبوا بالعودة إلى أحكام الشريعة التي ارتضاها الله للبشرية جمعاء. وإذا عطلت بعض أحكام الشريعة في البلدان الإسلامية بسبب ضعفها أمام قوى الشر أو بسبب خونتها الذين باعوا دينهم بحطام الدنيا القليل، فإنه لا بد لنا أن ندافع عما تبقى لنا من شرع الله معذرة إلى ربنا، وحتى لا تلعننا الأجيال القادمة. يقول الأستاذ خالد مبروك: أيها المغاربة، دافعوا عما تبقى من شريعتكم في مدونة الأسرة، ولا تسكتوا فيحاسبكم الله على سكوتكم مع قدرتكم على التغيير كتابة وصوتا وصورة. أما من كان يظن أن خصوم الشريعة لن يفلحوا وأنه لا داعي للإنكار عليهم، فهذا ما كان يظنه من سبقهم، فحدث ما حدث من تغيير ومخالفة لمذهبنا المالكي في المدونة، كعدم اشتراط الولي في الزواج والوصية الواجبة وسفر الزوجة التاجرة بغير إذن زوجها وغير ذلك. إنهم يطالبون بتغيير أحكام الزواج والطلاق والفرائض التي فرضها الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخالفون إجماع المسلمين. أيها المغاربة، لا عذر لكم عند الله إذا عطل ما تبقى من شريعته في زمانكم، وفيكم عين تطرف. قناة إبراهيم أبو جابر، رحلة TV.